أمريكا وأمام فرنسا. تصوروا المدى بهذا الإنجاز التاريخي لتأتي هذه اللحظة لمكافأة هذا الجيل ولمكافأة هذا المنتخب واستحقاق نعم جاني إنفانتينو الحاضر، كذلك الوفد المغربي لكرة القدم كذلك، وتهنئة خاصة لمحمد وهبي نقول صح عليه. برافو، شكرا للذي جلب السيد فوزي لقجع الذي وثق وآمن بكفاءات محمد وهبي رغم أن نعم الكان لم ينصفنا باللقب، ولكن هنا في اللقاءات الماضية. إذا حارس المرمى الأرجنتيني هو من ينال جائزة أفضل حارس في هذه البطولة. يتعلق الأمر بباربي، فعلا باربي هو الحارس، ولكن لا تفوتنا الفرصة. وعمل مباريات بطولية في فرنسا أمام فرنسا وأمام أمريكا، المباراة الرسمية الثانية له في هذه البطولة. إذا ديلغادو أمامنا على الصورة هو الآخر نال نصيبه من الجوائز في هذه البطولة. مشاهدينا الكرام، نعم ياسر الزابيري، نعم لا يمكن أن نمر مرور الكرام على الهداف. هنا يتسلم الجائزة من يدي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي أصر على الحضور هو الآخر لمؤازرة أسود الأطلس هنا في مونديال الشيلي. مشاهدي الكرام، الفضية نعم هنا الكاس. عثمان معمة نعم بطل هذا المونديال، أفضل لاعب في هذا المونديال يا سادة يا كرام. هنا يتلقى الجائزة من يد رئيس الاتحاد الافريقي باتريس موتسيبي. نعم تستحقها يا عثمان يا معمة. كنا نتكلم عن الاساطير الذين انطلقوا من بطولة العالم للشباب، ابرزهم دياغو ارماندو مارادونا وليونيل ميسي. للشباب نعم صورة لذكرى، وكم هي جميلة. القميص الوطني نعم قميص المنتخب المغربي، صورة للذكرى وصورة نعم ستبقى محفورة في الأذهان لأن وشرفونا ورفعوا رؤوسنا. وتحية متبادلة. الله على الصورة، الله على الصورة، الله على الصورة، كم هي جميلة. العز وجابوا الألقاب. طبعا نتكلم عن وهبي، نتكلم عن طارق السكتيوي، نتكلم عن الحسين عموتة، نتكلم عن السيد وليد الركراكي الذي أسعدنا بملحمة وبطولة أكثر من رائعة في ملاعب قطر. هكذا هم المدربون المغاربة. التحديات هنا، التحديات، رفع التحدي، ولا مستحيل بالنسبة لي المغربي، لا مستحيل بالنسبة لي المقولة فقط إنجاز، بل هو إعجاز تاريخي كبير، بل هو استثناء، ونتمنى أن يكون قاعدة في السنوات القادمة. الآن المغرب في كل مكان، في الفئات السنية، ناشئين عندك، شباب عندك، كبار عندك، سيدات عندك، فوتسال عندك. الأرجنتيني في هذه اللحظات الدقيق، السكتيوي، وليد الركراكي، وهي على فكرة الذي سيكون مدربا للأردن في المونديال، لأنه كذلك حاضر باسم المغرب لا ننسى كمدرب وطني، ففعلا مدرب. تحية لمحمد وهبي، برافو، 10 على 10. وهبي مثال للرجل الذي يجتهد، يثابر، لا يأبى بالانتقادات بالمؤاخذات. فعلا صبر كثيرا، اجتهد كثيرا، ولكل مجتهد نصيب يا محمد يا وهبي. فعلا تستحق هذه الجائزة وتستحق أن تكافئ بهذا اللقب العالمي. روح المجموعة كون وهبي، روح المجموعة هذا أهم شيء. المنتخب كعائلة، وهذه الفلسفة ترسخت لدى حتى اللاعبين في الفئات السنية. منتخبين كأس العالم في قطر، روح العائلة تجسدت وتبلورت بعد ذلك وترسخت لدى كل أعضاء وفئات السنية في المنتخبات الوطنية. لذلك شفنا هذا الجيل. سيدة على الصورة سفيرة المملكة المغربية في الشيلي التي ضحت بالغالي والنفيس، قدمت مساعدة كبيرة لهذه البعثة، قدمت دعم كبير لهذه البعثة، كانت تؤازر، استقبلت الجماهير المغربية في بيتها. فشكرا لسفيرة المملكة المغربية في الشيلي، لأن كذلك واحدة من الأسماء التي نفخر بها، وساهمت وساعدت كثيرا البعثة. الميدالية نعم الذهبية، والذهب للذهب، والذهب راح للمغرب. مشاهدي الكرام، الذهب راح لمن يستحقه، والكرة أخيرا أنصفت هذا الجيل. نعم الكان لم ينصف أسود الأطلس، ولكن اليوم دخلتم للعالمية. نعم عالمية من الباب الواسع،
هنا نعم يشهدون بكفاءة المغرب وبسمعة المغرب على الصعيد الكروي أجيال وراء أجيال، ولكن جاءت اللحظة لنسعد ولنفرح ولنعتز بلقب عالمي. نعم وسط المدارس الكبيرة، وسط المنتخبات الكبيرة، كم هي صورة جليلة، الكاس والقائد والشخصيات البارزة. نعم وسفيرة المملكة المغربية في الشيلي هي الأخرى سعيدة وفخورة بما ترى بين هنا في أرضية الميدان. وتحية كبيرة للجماهير. هاي اللحظة التاريخية. سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ. الكاس ستذهب إلى المغرب، الكاس ستذهب هنا إلى السواعد المغربية. فوزي لقجع يتقدم مع جياني انفانتينو، هنا يرفع حسام الصادق. عانقها يا الصادق، عانق المجد يا الصادق. قبل الكاس باسم كل مغربي من طنجة العالية إلى القويرة العزيزة، باسم كل عربي من المحيط إلى الخليج، نقول لكم شكرا. قبلها باسم كل أمازيغي، شكرا الفول كبارة، شكرا ترميرت. هكذا ترفع الكاس باسم كل مغربي من طنجة العالية إلى القويرة العزيزة. هنا في لحظة تاريخية، الكاس العالمية. أسود الأطلس هم أبطال العالم لسنة 2025. هنا الملحمة، هنا وفي صورة ولا في الخيال، لأن هذه الحقيقة وليس الخيال، هذه الحقيقة وليس الخيال. هنا منظر لا يصدق، منظر لا يصدق، ولكن صدقوا افر أمازيغي فخور بكم. تنمير شكرا في لحظة للتاريخ وفي صورة للذكرى. هكذا الصادق على الكاس، علاها 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 في لحظة الفرحة والتتويج باللقب العالمي. يا لا من صورة يا سادة يا كرام، صورة للتاريخ. هنا جاءوا من أجل الانتصار بعيدا عن لغة الانكسار. هذا طموح المغاربة، ولا شيء يغلب ولا شيء مستحيل. نعم نرفع الرأس، كل مغربي فخور هنا بما حققه أسود الأطلس. اليوم أنتم أبطال وسننتظركم نعم في التحديات القادمة، لأن هناك بكل تأكيد المزيد مع هذا الجيل وجيل الناشئين ومنتخب الكبار في الكان. شكرا مرة أخرى، شكرا لكم من القلب.